هو حرفيا انا بشفق على جماهير نادي الزمالك. الجماهير نادي الزمالك حرفيا جماهير ما بتلحقش تفرح، جماهير ما بتلحقش تصفى من اللي حاصل في النادي عندها. يعني بعد ما شفنا امبارح فرحة غير طبيعية لجماهير نادي الزمالك بعد الفوز على كهرباء الاسماعيلية بنتيجة 5-2، وان هم يقدروا يوصلوا للمركز الثاني بيعدي بيراميدز والاهلي في جدول ترتيب الدوري المصري. ولكن جماهير يعني هو فريق، هو نادي منحوس يعني. لكامل الاسف جماهير نادي الزمالك بجد الواحد لازم يشفق عليها. مش هخش معاك في جدال بقى ونقاش اذا كنت انا اهلي او انت زمالك، ولكن حرفيا انا بشفق على اي واحد زملكاوي. الموضوع مش تريقه، الموضوع حقيقي فعلا. انا بشفق عليك لان انت حرفيا ما عداش عليك 24 ساعه من فرحتك بفوزك على كهرباء الاسماعيليه وصعودك للمركز الثاني الا ان يجي لك خبر ايقاف قيد رقم 11 من الفيفا بسبب مستحقات السنغالي ابراهيم نضاوي. فبجد انا بشفق على كل زملكاوي، وبجد انا اتمنى ان الزمالك يرجع لسابق عهده تاني، لان من غير وجود الزمالك بقوته بجماهيره المنافسه هيبقى ملهاش اي طعم. حرفيا وجود الزمالك وجماهيره هو اللي بيدي للمنافسه طعم وروح، وبيخلي النادي الاهلي وغيره من الانديه عندها اصرار ان هي تحقق الفوز والمكسب وان هي تحقق البطولات. فبجد انا بشفق على كل زملكاوي.